استئذانهم. يقول يا شيخ هذا هواري، يقول يا شيخ لما رأيتك البارح تدعو لليمن وسوريا غرت وتمنيت أن أكون منهم، هل هناك حديث صحيح عن أهل الجزائر؟ حتى تدعو لنا. أهل الجزائر بلا شك أنهم أهلنا وأهل الجهاد وأهل الكرم. أنا زرت الجزائر حقيقة وجالست أهلها وحضرت المحاضرات وسبحان الله أيضا أهل الجزائر فيهم يعني خير عظيم. أنا أذكر كان عندنا لجنة للمراسلة بالمناسبة، فكان فيها 20 شخصا وتأتينا رسائل من كل العالم، ثم اكتشفنا أن 80% من الرسائل من الجزائر، فخصصنا 15 شخص للجزائر و5 أشخاص لبقية دول العالم. فهذا يدل على أهلها، على خيريتهم لكن ما أذكر حديث صحيح يعني يتعلق بالجزائر، كما أن ما في حديث صحيح يتكلم عن السعودية ولا عن الإمارات ولا البحرين ولا الكويت، يعني الحديث تمدح المسلمين عموما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تفضل على بعض المواقع يعني مثل الشام، مثل اليمن، مثلا مكة، المدينة، القدس، بأن مدحها النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تعالى أن يعني يوفقنا وإياكم. ومصر بالمناسبة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبسطون